السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. ان شاء الله النهارده هنزل لكم فيديو جديد عن طريقة عمل كيكة اقتصادية جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ان شاء الله باذن الله نعمل كيكة بمكونات بسيطة او موجودة في كل بيت، من غير ما تكلفي نفسك ولا تشتري بيض ولا تشتري سمنة ولا تشتري، يعني حتى لو انت عايزة تعمليها من غير دقيق ممكن تعمليها بالنشا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة يا بنات هنجيب كوباية سكر، نص كوباية زيت نضيف اهو زي ما انتوا شايفين، كوباية مية مغلية. نغلي المية ونصبها ونسيبها تبرد شوية، يعني مش تبرد، يعني نسيبها تهدى شوية السخونية بتاعتها. وبيضة واحدة فقط، وذرة ملح، يعني ربع المعلقة كده ملح، ماشي. وباكو بيكنج باودر او كده 3 معالق نشا. معانا كمان باكو فانيليا وباكو بيكنج باودر او كيس كيك شيف او محسن الكيك، ماشي يا امارات. ومعانا كوباية ونص دقيق منخول. يعني كده المكونات دي انا مش حاطه فيها لبن خالص. اول حاجه هنفضي السكر في الاناء اللي هنعمل فيه عجينه الكيكه، واضيف عليه البيض اللي هي بيضه واحده اكسرها، وفضي معاها باكو الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده يا اخواتي اهو. والله يا بنات الكيكه دي بتطلع هشه وجميله قوي وخفيفه، يعني فوق ما تتخيلوا، ومكوناتها بسيطه قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنضرب البيضه مع السكر لحد ما تمتزج مع السكر كده، وتبقى قوامها كده خفيف، يعني هيدوب السكر، تحس ان السكر دايب مع البيض. بعدين تبتدي تضيفي عليه الزيت، وانا بضربها الصراحة بالهاند بلندر. تحسي بصعوبة الاول عشان السكر لازم عشان يدوب عايز سوائل معاه، وهو مش معاه غير البيضة بس واحدة. ممكن لو كانوا بيضتين كان هيدوب بسرعة يعني. ماشي يا حبايبي. هنضرب فيهم بالفانيليا والبيضة مع السكر لحد ما لون السكر يفتح كده ويبقى ابيض، وبعدين نضيف عليه الزيت. زي ما انتوا شايفين كده. معلش هي هتاخد ضرب شوية لحد السكر ما يبقى مع البيضة كده بيعمل فوم كده، ويبقى ايه، يعني تحس ان هو داب خالص وامتزج مع السكر. هنا هتفضي نص كوباية الزيت، لو عايزة تخليها كوباية الا ربع براحتك برضو، بس انا عملتها نص كوباية بس وطلعت ما شاء الله جميلة قوي. ما تستعجليش، على مهلك واعملي حاجتك بالراحة، ويعني محدش بيستعجلك، اعملي حاجتك على مهلك واظبطيها كويس واتقنيها كويس، وان شاء الله هتطلع جميلة وزي الفل، وتسلم ايديكم من غير ما اشوفكم عملتوها ولا حاجة. اللي تجرب وصفة من وصفاتي وتعجبها ياريت تكتب لي في التعليقات هي عملتها وطلعت معاها حلوة ولا لا. ولو
طلعت حلوة اكتبولي تسلم ايدك يا ام يوسف، الوصفة جميلة، او عرفوني ان انتوا عملتوها. ماشي كده. كده انا شلت الهاند بلندر، حاسة ان انا يعني ما بوقف ضرب عشان افضي مكون جديد بيتقل على جنب الطبق وبيخليه يميل، فانا شلته خالص وجبت المعلقة. كده اصلا اتضربت البيضة مع الزيت مع السكر. دلوقتي هنبتدي نفضي الدقيق شوية شوية، كوباية ونص دقيق منخولين، ولازم تنخلوهم عشان الهواء يدخل فيهم ويخلي الكيكة تبقى هشة وطرية. ماشي. هنفضي عليهم التلات معالق نشا برضو اهو، 3 معالق نشا حلوين، ونضيف عليهم ذرة الملح، والمفروض هنضيف عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. هو اصلا الباكو بيطلع معلقة كبيرة، فانا هفضيه كله. ماشي يا حبايبي. كده حطيت النشا. بعد ما حطينا النشا يا بنات اهو نقلب كويس، والبيكنج باودر قلبي بقى بالراحة كده على مهلك لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعض. في المرحلة دي بقى لو انت حابة ان انت تضيفي عليه لبن ممكن تضيفي كوباية لبن، بس انا بما ان الوصفة معمولة بالمية المغلية فانا مش عايزة اضيف لبن. اعملها كده كيكة اقتصادية. اول ما احس العجينة تقلت هضيف لها شوية من المية المغلية واقلب كويس. المية المغلية هتديها لون فاتح ابيض جميل، وهتخلي قوامها هش كده وطرية. اهو امتزجت كل المكونات مع بعض، بس العجينة تقيلة شوية. هنبتدي نضيف كوباية المية المغلية شوية شوية ونقلب. وتحسي لون العجينة بيض كده وبقى فاتح خالص. كل ما تتقل فضي عليها شوية من المية المغلية لحد ما توصل للقوام اللي انت عايزاه. كيكة سهلة وبسيطة خالص، ولا اسهل من كده زي ما انتوا شايفين. كده امتزجت كويس مع المية المغلية. هنجيب بقى الصينية اللي هنصب فيها العجين اللي هنحط فيها الكيكة في الفرن. أهو. كل ما تقلبي فيها اكتر الهواء يدخل فيها اكتر وخليها تبقى قطنية كده وهشة. يا بنات شايفين العجينة عاملة ازاي؟ نجيب الصينية بقى ندهنها بشوية سمنة ونبطنها بالدقيق ونصب فيها الخلطة دي. وكل ما تسيبي العجينة شوية تحسي ان هي تقلت. يعني انا على ما دهنت الصينية على ما دهنت الصينية بالسمنة وبطنتها بالدقيق رجعت لقيت العجينة تقلت، يعني بقت تخينة تاني. حطيت لها شوية من المية المغلية وقلبتها كده قوامها حلو. افضيها في الطاسة بقى واحطها في الفرن.
او في الصينية. دلوقتي بقى هنفضيها في الطاسة، في الصينية، في صينية الكيك. نفضيها دلوقتي في الصينية ونحطها في الفرن. اهو صينية مقاس 24، يعني صينية مش واسعة قوي عشان تساعد الكيكة ان هي تبقى عالية ومنفوشة. كل ما كان حجمها اصغر كل ما الكيكة بتتنفش اكتر وتبقى متماسكة. اهو يا حبايبي، يعني انتي مكونات الكيكة العادية اللي انتي بتحطي فيها 4 بيضات وبتحطي فيها سمنة وبتحطي فيها لبن وبتحطي فيها سكر، انتي ممكن تعملي بيها صينيتين او 3 زي دي. يعني ايه، كل صينية هتاخد معاكي بيضة واحدة وكوباية سكر ونص الكوباية زيت وشوية فانيليا وبيكنج باودر، بس مع الدقيق والنشا، وتضربيهم مع بعض تبقى زي الفل اهي. شايفين؟ يلا ندخلها الفرن. بعد ما تطلع اوريكم شكلها ايه. نشيل الكوبايات بقى كده ونظبط الدنيا كده. الفرن والعة على درجة حرارة 180، يعني بقى لها يجي 7 دقايق ولا 10 دقايق. ولعها عليها تسخن. هاخد الكيكة احطها في الفرن، نسيبها حوالي ساعة او ساعة و10 دقايق كده وبعدين نشوف. اهي بصوا، بعد ساعة اهي طلعت من الفرن منفوشة وريحتها جميلة، وهي في الفرن ريحتها مالية الشقة. شوف جميلة ازاي، ولا هي حمرة محروقة ولا هي بيضة نية، سواها جميل قوي ما شاء الله. بس انا بقى افضيها واوريكم شكلها ايه من تحت برضو، عشان ما تقولوش ان وشها حلو طالعة محروقة ولا حاجة. شوفوا بسم الله ما شاء الله. بصي بس لونها رايق ازاي وجميل، لونها رايق وحمرها جميل وسواها ما شاء الله من بره ومن جوه. واختبرتها قبل ما اطلعها من الفرن، طلعت السكينة نظيفة ومفيهاش اي حاجة. اهي يا اخواتي، شايفين ما شاء الله، شايفين ارتفاعها ولونها وطعمها كمان لما تدوقوها تحفة. دلوقتي هقطعها واوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، هو الفيديو طويل شوية انا ما قصيتش منه حاجة، بس عشان تشوفوا المراحل قدامكم. الناس اللي بتستصعب عميل الكيك، يعني عميل الكيك يعني بالنسبة لشغل البيت ولا حاجة، دلع. الكيكة يعني ما بتاخدش ربع ساعة بتطلع ما شاء الله. احلى حاجة ممكن تفطري منها يوم واتنين، يجي عندك ضيوف تشرفك كده قدام ضيوفك مع كوباية شاي، حاجة روعة. ايه نقطعها بس عشان نشوف شكلها من جوه ونشوف سواها شكله ايه. ويا ريت لو عجبتكم تكتبوا لي تسلم ايدك يا ام يوسف في التعليقات، وما تنسوش اللايك الحلو منكم والاشتراك في قناتي. تشرفوني باشتراككم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. يلا يا امارات صلوا على النبي كده ونشوف شكلها من جوه ايه. بسم الله. هي كده كانت لسه سخنة، يعني يا دوب مطلعاها من الفرن. لو قربت الكاميرا عليها هتشوفوا البخار طالع منها ازاي، يعني يا دوب قلبتها بالعافية. ايه بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا من جوه بيضة ازاي
بصوا لونها فاتح ازاي وقوامها عامل ازاي اهي. دي مع كوباية شاي بلبن الصبح، اوعى، احلى فطار، اوعى وشك اهي. ده شكل وشها من فوق، انا كده قلباها، فاللي باين ده يعني ده وشها من فوق، واللي باين ده هو اللي بيبقى من تحت في الطاسة. يعني بصوا حمرها وسواها من فوق ومن تحت ذهبي كده، وحمرها جميل زي بعض الاتنين اهي يا بنات. بألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. شوفوا بقى شكلها في التصوير ازاي، وتكتبولي تسلم ايدك يا ام يوسف. لو عايزين وصفة معينة، يعني نوع كيك معين او نوع بريوش، نوع معجنات، بيتزا، طبخة نفسكوا فيها، يعني لو اي حاجة عايزيني اعملها لكم قولولي عليها، وانا من عيني دي ومن عيني دي اعملها لكم واشرحها لكم بكل سهولة، وتعملوها بمنتهى الدقة والجمال. وانا عارفة ان انتوا اشطر مني كلكم، وتسلم ايديكم، وهتعملوها احلى مني اهي. زي ما انتوا شايفين ادي الكيك وادي كوباية الشاي، وتفضلوا معايا، وبألف هنا على قلبكم يا حبايبي. السلام عليكم.